يا شيخ أحمد، نعم يا ست ام محمود. سؤال ليا بقى. سؤال لك انت بقى. أنا ماليش نفس. لا ليك يا فندم. ما اتكلمنا شوية عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هكلمك حاضر عن فضل الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه وسلم. على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول هو الصلاة على النبي لها أكتر من صيغة. ازاي؟ في الصلاة الإبراهيمية يعني في صيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لحد آخر الإيه؟ التشهد. وفي اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللي هي الصيغة في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الصيغة. أيوة. أولا الصلاة على الرسول بتنور القلوب. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. بتزيل الهموم. قال الله إن الله وإيه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. هنا الصلاة من ربنا سبحانه وتعالى على الرسول هي المغفرة. هي الإيه؟ المغفرة. والصلاة من الملائكة على رسول الله الدعاء له بالرحمة والمغفرة. والصلاة من العباد على رسول الله أيضا الدعاء له بالإيه؟ بالمكان العالية. وإن اختلفت الإيه؟ المعاني حسب الرواية. ولكن يعني الإنسان لو شغل نفسه بالصلاة على الرسول ربنا بيقضي همه، وربنا سبحانه وتعالى يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وبيرزق من حيث إيه؟ لا يحتسب. إلى كل مديون أكثر من الصلاة على الرسول، كما قال القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وآخذ كتابي بيميني وأقر عيني بالرسول. أولا يا ست أم محمود ناس بتدفع ألوفات علشان تروح تحج وتزور قبر سيدنا النبي، وياما ناس النبي بيجي لها في المنام. اللهم ارزقنا رؤية رسولك في المنام يا رب. ياما ناس النبي بيجي لها في المنام، وياما الناس قلوبها كده وفرحانة برؤية سيدنا النبي في المنام. وياما ناس حافظة شكل سيدنا، حافظة هيئة وكمال سيدنا النبي في المنام. قطر اللي بتشوفوه اللهم اجعلنا منهم يا رب وإن قصرت أعمالنا. يا رب نشوف سيدنا النبي في المنام. طيب أول حاجة رجل كده عليه دين وظل يصلي على رسول الله طوال الليل. فضل يصلي على سيدنا النبي طول الليل. طول الليل. هو على ايه؟ دين. هو على دين، عليه دين مش عارف يسدد ازاي. تراكمت الديون وتراكمت الهموم وهو لا يدري هيسد الديون اللي عليه ازاي، لحد ما هو بيصلي على سيدنا النبي نام. فلما نام قالوا حضرة سيدنا النبي في المنام عليه الصلاة والسلام. قال له هناك قاضي في المكان الفلاني. ايه؟ هناك قاضي في المكان الايه الفلاني. يعني مثلا المكان ده هو في ايه؟ في قاضي. يعني في راجل شغال في منصب قاضي. روح له وقول له الرسول يقرئك السلام، النبي بيسلم عليك وبيقول لك بأمارة ما انت بتصلي على النبي كل يوم 1000 مرة وغلطت امبارح في العدد، سد عني الدين وانا هسد عنك الدين يوم القيامة. راجل قام من المنام، قام من نومه، راح للقاضي فسد القاضي ايه؟ دين هذا الرجل. يعني الصلاة على الرسول والله الأبواب المغلقة بتفتح. الصلاة على الرسول بتنور القلب. عارفة يا ست أم محمود ايوه. لما نيجي طالعين المنبر عشان نتكلم عن موضوع بنختار جمل وكلمات تزين الموضوع. لما اطلع المنبر كده اتكلم عن الرسول بختار جمل وكلمات لما بتكلم في اي موضوع غير عن الرسول اطلع اتكلم مثلا عن الصبر عن الصدق عن اي حاجه
بختار جمل وكلمات تزين الموضوع. إنما لما بنحب نزين نفسنا وبنزين الناس نتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان قرآنا يمشي على الأرض. ياما حوائج قضيت بفضل الصلاة على الرسول. ومن الصيغ الممتازة اللي أنا نفسي بحبها اللهم صل على رسول الله عدد قطرات الأنهار. شوف بقى يعني إيه، لو عايز بقى حسنات لا تعد ولا تحصى، ها، اللهم صل على رسول الله عدد قطرات الأنهار. اللهم صل على رسول الله عدد الرمل في الجبال. اللهم صل على رسول الله عدد ورق الأشجار. الله يرحمها ستي، الله يرحمها الله يغفر لها ويرحمها، كانت معلماني والله الصيغة دي. كانت تقول لي كده احفظ مني، لو عايز ثواب كبير قول الدعاء ده، اللهم صل على رسول الله عدد قطرات الأنهار. أسأل الله أن نجعل هذا في موازين حسناتها يا رب. اللهم صل على رسول الله عدد قطرات الأنهار. اللهم صل على رسول الله عدد ورق الأشجار. اللهم صل على رسول الله عدد الرمل في الجبال. خلي بالك بقى الملائكة هنا ممكن ما تعرفش عدد الرمل في الجبال، ممكن ما تعرفش، فبتلجأ وبتستعين بمين علشان يقول لها عدد الرمل في الجبال؟ بتستعين بالله سبحانه وتعالى. فمن الأمور لو أنت عايز بقى اسمك الذكر أكثر من الصلاة على النبي على الرسول. وكم من مجهول في الأرض معروف في السماء. يعني ايه؟ كم من مجهول في الأرض معروف في السماء. يعني إيه؟ يعني ناس كتير جدا مش معروف في الأرض ما حدش يعرفها، أهل السماء عارفينه من كتر العبادة والذكر. وياما ناس مشهورة في الأرض مش معروفة في السماء. سيدنا النبي لما قال سيدنا أبو ذر يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام. مين بيسلم عليك؟ جبريل. قال له أيوه عرفتني جبريل يا رسول الله. هو سيدنا جبريل عرفني؟ شوفي السؤال، إن سيدنا أبو ذر الملائكة عارفاه. ممكن حد فقير والناس يعني مش عارفة قيمته، ولكن أهل السماء عارفين. صح. وياما ناس معروفة في الأرض لكن فوق ما بتتذكرش. صح. فأفضل من أفضل العبادات الصلاة على رسول الله. واللي بيحب ربنا بيصلي على سيدنا النبي. ده احنا بنتوسل لربنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله صلاة تغفر لنا بها الذنوب، وصل يا ربنا على النبي صلاة تستر لنا بها العيوب، وصل يا ربنا على النبي صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا يا رب، صلاة نرزق بها السعادة لا نشقى بعدها أبدا، صلاة يا رب نرزق بها السعادة يا رب. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.